السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريقة لتصنيع البيض الاصطناعي. شوفوا، يعني نكسروه من الفوق ثقبة، نفرغوا محتواها، ويلا بينا كملوا معايا في الفيديو. قبل ما نكملوا في الفيديو، لايك، اشتراك، وهيا بينا. كما تشاهدون فرغت له محتواها. بعد ما كسرتهم وفرغتهم من محتواهم، غسلتهم بالمياه، يعني دخلت الماء هنا والماء هنا، وغسلتهم مليح وفرغتهم. الآن أصبحوا جاهزين للتصنيع. يلا نوريكم الطريقة. هذا العنصر الأساسي الأول وهذا العنصر الأساسي الثاني. احنا نقولوا له البلاطر، يعني احنا نقولوا له البلاطر. هو جبس، يعني سريع اليبس، يبس ليه. واش نديرو منه خلطة ونفرغوها في البيضة المكسورة هذيك، نعمروها ثم نفينوها بالفوق ونخلوها تيبس، وراح تشوفوا النتيجة ان شاء الله. يلا خطوة بخطوة معا. بعد ما خلطت الجبس، يعني اصبح، شوفوا، سائل، راح نعمر البيضة بهذا السبيل. يلا معا. بعد ما عمرتهم بالجبس نخليهم شوية يتجمدوا شوي، ثم راح نفينيها مليح باش تولي بيضة ممتازة. يلا تابعوا معي حتى النهاية. هذه راني فينيتها مليح ممتازة، ولكن هذه وانا نمسح فيها غلطة، كسرتها من الفوق يعني. لذلك الحيطة والحذر عندما يعني تكون تمسح فيها بالطبة، والله في وحدة، يعني بما أن القشرة ضعيفة ممكن ضغطة قليلة فقط تبك. أنا ندير لها هاك بكيت. المهم، هذه راني بعناية جدا، يعني ملستها بالعقل. وهذه يعني لولا جيت نمسح فيها كسرتها من الفوق. شوفوا السوكي هذه كسرتها، جيت ندير لها كسرتها. ثم ان شاء الله يعني تفيدكم غلطتي هذه، نواصلوا في هذه البيضة. وهذه نخلوها حتى تيبس، ومن بعد نزيدوها شوية جبس هنا ونفينوها مليح بإذن الله السميع العليم. كما تشاهدون أصدقائي، بعد ما يبست من الداخل، يعني قمت بغسلها. كما تشاهدون النتيجة ما شاء الله، بيضة اصطناعية. يعني فرغتها من الداخل، غسلتها، عمرتها بالجبس، خليت الجبس يبس، فينيتها من غسلتها، ولات بهذا الشكل الممتاز. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بيضة اصطناعي بدون أن أشتري ولا بيضة. يعني حاب تاكل بيضة فقط كسرها من الفوق، فرغها، عمرها بالجبس، وهكذا هي النتيجة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أتمنى إذا أعجبتك الفكرة لا تبخلنا باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.